ممكن أعرف بتعملي إيه يا هانية؟ بكتب الدعاء اللي هقوله كل ليلة في قيام الليل علشان منساش حد. ما شاء الله. طيب هتدعي لمين؟ أول حاجة هدعي لماما وبابا إن ربنا يديهم الصحة ويبارك في عمرهم ويفرح قلبهم دايما. وبعدين هدعي لآسر إن ربنا يحقق حلمه ويبقى رائد فضاء زي ما بيتمنى، ويبقى شخص ناجح ومؤثر في المجتمع. وكمان هدعي لنوح إن ربنا يحفظه ويخليه شاطر ويكبر بخير ويحقق أحلامه لما يكبر. وهدعي كمان لصاحبتي مليكة إن ربنا يحقق حلمها وتبقى بطلة العالم في السباحة وتفضل دايما متفوقة وتنجح في كل حاجة بتحبها. شكلك نسيتي مدرسينك اللي بتحبيهم يا هانية. لا طبعا، عمري ما أقدر أنساهم، أكيد هدعي لهم إن ربنا يجازيهم خير علشان بيتعبوا معانا وبيعلمونا كل يوم حاجة جديدة. وبدعي لهم إن ربنا يبارك في علمهم ويجعلهم سبب في نجاحنا إن شاء الله. طيب وإنتي يا هانية؟ أكيد مش هنسى نفسي يا ماما، هدعي لنفسي كمان إن ربنا يخليني دايما شاطرة في الدراسة وأكبر وأبقى شخصية ناجحة ونافعة في المجتمع، وإن الناس كلها تحبني، وإني أكون قريبة من ربنا كمان وكمان، وأفضل أحب أعمل الخير دايما. وكمان هدعي بالأمن والأمان لبلدي مصر، وندعي لكل الفلسطينيين إن ربنا يفك كربهم وينصرهم ويقدروا يستعيدوا أرضهم إن شاء الله. عارفة إيه أجمل حاجة في الدعاء؟ إيه يا ماما؟ إننا لما بندعي بصدق كأن قلبنا كله بيتكلم، ولما ندعي لغيرنا بالخير ربنا يكتب لنا إحنا كمان الخير زيه. أنا لما بدعي بتخيل كل واحد وهو حقق اللي دعيت بيه علشانه وببقى مبسوطة قوي. لحد النهاردة لما تقوم قيام الليل ادعي لنفسك ولكل الناس اللي بتحبهم، وخليك مستمر مع تحدي العشر الأواخر من الحلقة 19.